موجة الانتقادات والغضب ضد الحكومة المغربية لا تتوقف. نقابات وأحزاب تصف ما يحدث من تدهور في القدرة الشرائية للشعب المغربي بأنه تعنت مؤسساتي منظم وصريح، سكوت عن الغلاء الفاحش الذي أضحى يطال مختلف الحاجيات الأساسية للمغاربة أمام زيادات متتالية في الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. أصابع الاتهام توجه في كل هذا لحكومة أخنوش التي تحمي حسب أحزاب سياسية مصالح اللوبيات الاقتصادية والشركات بإعفاءات وامتيازات ضريبية لا ينعكس أثرها على جيوب المواطنين. إن أي حديث عن الأمن الغذائي والحفاظ عن البيئة ما هو إلا مجرد وهم وهراء في غياب أي سياسة وطنية فعالة. ولعل القطرة التي أفاضت كأس الغضب داخل المملكة تضاعف أسعار المحروقات في شهر أوت ب4 زيادات متتالية دون مبرر خارج الدوائر الرسمية، حيث أعلنت شركات توزيع المحروقات عن الأسعار الجديدة في المحطات التابعة لها، إذ تجاوز سعر بيع متوسط لتر الديزل حدود 13 درهما فاصلة 20 أي 1.33 دولارا، في حين تجاوز سعر البنزين سقف 15 درهما أي حوالي 1.52 دولارا للتر الواحد. وتأتي هذه الزيادات بعد أقل من أسبوع من زيادات عشوائية سابقة قامت بها بعض محطات التوزيع، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على مختلف مناحي حياة المواطنين. على الحكومة التدخل من أجل مراقبة غلاء الأسعار من خلال فرض حدود على أرباح الشركات في هذا القطاع. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء الضريبية أو حتى إلغاؤها، ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب. زيادة المخزونات الوطنية وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف خاصة المعنية بشأن أسعار المحروقات أمر ضروري، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس المنافسة في هذا السياق. حكومة الوعود هكذا يلقبها المغاربة، فهي حسبهم جسدت سياسة الفشل، ليس إلا فيما تؤكد التقارير الدولية اتجاها نحو تضاعف التضخم في السنة المقبلة وزيادة في مختلف أسعار الطاقة والكهرباء، وكذلك سلة الغذاء، حيث سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع مؤشر الغذاء في المملكة صوب 15.3%. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.